ظهور ابو تريكه بين نوايا ناس كتير في الكره المصريه. ليه ابو تريكه اندرج اسمه في قائمه الارهابيين يعني، او الاستاذ احمد موسى طلع وانتقد الاعلان بشكل غير طبيعي. يعني انت جمهور الاهلي هينقصوا اهم، يعني انت النادي هيقفل بيبانه عشان انت مش هتشجع يعني. السلام عليكم، انا حازم وبقول اي حنكشه في الكوره. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. الاعلانات ودوشه الاعلان اللي اتصدر الترند وتصدر ترند تويتر وانستجرام والفيسبوك، وتقريبا هو عمل ضجه في الكره المصريه وعمل شكل من الانتقاد الشرس في الكره المصريه. اعلان ابو تريكه لاستاد النادي الاهلي الاخير. ظهور ابو تريكه بين نوايا ناس كتير في الكره المصريه. مش عايز الوم على حد، كل واحد بياخد الانتقاد من الجانب الشخصي بتاعه. طب انا في سؤال عايز اساله، هل الناس عارفه ليه ابو تريكه اندرج اسمه في قائمه الارهابيين يعني بين قوسين؟ مش حابب اقول الكلمه بس عشان نبين، واحنا بنتكلم هنا بنتكلم باراء جميع الاطراف، مش باراء الشخصي او باراء المحتوى بتاعنا. لا، احنا ابو تريكه في 2014 اتهم في ان هو تسبب في قتل او كان له يد في قتل ضابط في سجن في قسم كرداسه. ايه اسم ابو تريكه اندرج في الاسم ده الموضوع دوت عشان ظهر ليه في 2014 صوره مع والده القاتل للضابط، فهنا جابوا ابو تريكه ان هو له يد في قتل الضابط دوت. لا، ابو تريكه طلع نفى الموضوع دوت، يعني طلع قال انا ماليش اي علاقه بالموضوع دوت، وساعتها راح قام مسافر على الدوحه في قطر وعاش في قطر من الوقت دوت وابو تريكه خارج مصر. ده في 2014. في 2015 ابو تريكه تم رفعه لقائمه الارهاب، يعني اتحط اسمه في قائمه الارهاب في ان هو تابع للاخوان المسلمين. ده مش موضوعنا، انا مش بتكلم في سياسه، انا بتكلم في رياضه وفي كوره. بس ابو تريكه له علاقه بالكوره طبعا، يعني نجم الاهلي ونجم منتخب مصر، فاحنا النهارده بنقول ابو تريكه ليه اسمه بيتقال في كل الاوقات. طبعا نيجي على الجانب الشخصي، ابو تريكه واحد من اهم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر الانسانيين، مش لاعب كره قدم اسطوره فقط، لا، كان لعيب انساني بدرجه عليا. يعني مفيش لعيب او صديق ليه في الكوره او في النادي الاهلي او في منتخب مصر طلع وقال انه كان دايما بيساعد الناس وكان بيسعى في الخير وكان دايما على خلق عاليه جدا وكان لعيب محترم جدا. فده حاجات ان هي تخلي ابو تريكه دايما ان هو يعني تحطه دايما في المقام الاول للعيبه المحترمين والاخلاق والحاجات ديت. احنا دايما بنحب نعلي اللعيب اللي هو معلش يعني زي ناس كتير، يعني ابراهيم سعيد، احمد حسام ميدو، الناس دي بالنسبه لنا احنا بنعاملها كلعيبه ولاد البلد يعني الجدعان. طب على ذكر الاسماء، كابتن او الاستاذ احمد موسى طلع وانتقد الاعلان بشكل غير طبيعي، يعني قال لك انا مش هشجع الاهلي تاني. لا يا راجل، يعني انت جمهور الاهلي هينقصوا اهم، يعني انت النادي هيقفل بيبانه عشان انت مش هتشجع يعني. لا، مش انت مش هتزايد على ابو تريكه، يعني انت انت الراجل الوطني اللي انت هتطلع تقول. يعني انا ما اعتقدش ان انت لو اتحطيت في مقارنه مع الشعب المصري مع ابو تريكه انت مش هتاخد 1% في المنافسه يعني مع ابو تريكه، ما اعتقدش يعني. فده كان اراء الجماهير على الاعلان الاخير لابو تريكه. اعتقد ان احنا ممكن في الفتره الاخيره نشوف ابو تريكه في مصر، واحنا كجمهور نتمنى طبعا واحد من اللعيبه اللي امتعونا كمنتخب، اللي حببونا في الكوره اصلا. يعني واحد ابو تريكه ده هو اللي حببني في الكوره. اول تيشيرت اشتريته في حياتي كان تيشيرت رقم 22 بتاع ابو تريكه يعني، ومنتخب مصر. يعني انا ما انساش في 2006 2008، هو في 2010 ما كانش موجود بشكل كبير. في 2008 دي اقوى بطوله انا حضرتها بشكل مباشر. كنت افتكر ان كنا من فرحه بننزل نلف في الشوارع باعلام مصر، وكنا بنشجع يعني وقتها بطريقه هستيريه بسبب ابو تريكه وبسبب بعض اللعيبه والمجموعه الجيل الذهبي اللي كانوا مع ابو تريكه في الوقت دوت.
فانا اتمنى ان الناس تهدى شويه. ابو تريكه شخص محترم، ما يستحقش ان احنا نهاجمه بالهجوم دوت، واتمنى ان هو يعني الدنيا تهدى. وطبعا الاستاذ احمد جلال طلع وقال ان مفيش اعلان بيتصور او في حاجه بتتعمل في الميديا او في الاعلام اللي هي غير لما بتعدي على جميع الرقابات يعني، وجه تصريح بالتصوير للاعلان. فالناس اللي بتطلع تهاجم والكلام ده كله عشان تاخد ترند او عشان تقول لك انا بحب البلد او فين حق البلد والكلام ده كله، مفيش حاجه بتيجي يا باشا بتصوير اعلان او اي حاجه غير بموافقه البلد. ف اتمنى تهدوا شويه. وكل ده كان موضوع ملم كده عن احداث الاعلان بتاع ابو تريكه، واتمنى تشوفونا في حلقات جايه كتير في بودكاست تعال موجود.